السلام عليكم. والمفروض ان انا اوضح لكم دلوقتي ازاي احنا بنفتح الكروت وازاي ان احنا بنعلي ان احنا نقدر نعمل بال5 مليون وبال10 مليون في اليوم. بحيث ان الملايين دي تقدر تساعدنا ان احنا نقدر نرفع معدل التعدين في الساعة زي ما انا شرحت في الحلقة اللي فاتت. يعني التعدين عندي انا واصل ان هو بيعمل لي 71,000 في الساعة. المفروض ده بيعلى اكتر واكتر لان هي دي العملات اللي بتحول فلوس. اما 63 مليون اللي انت شايفينها في الشاشة دي، تمام. شايفين في الشاشة ديت مش هي اللي بتتصرف، اللي بتتصرف اللي فوق، المبلغ اللي فوق اللي على اليمين. طيب احنا اصلا بنخش على الكروت ازاي؟ احنا بنفتح اول حاجة ماين من تحت من على الشمال. طيب احنا فتحنا ماين من على الشمال، هنلاقي الكروت طلع قدامنا بالشكل ده. تمام. طيب انا عاوز ابعت لكم مثلا الكارت ده، الكارت اللي انا بقول لك مثلا هتفتحه عندك او هتشغله. طب الكارت عندك اصلا معمول عليه علامة قفل. طيب انت بتشيل القفل من عليه ازاي؟ هتلاقي مكتوب تحت منه طريقة انك تشيله ازاي. بيقول لك فعل لي الكارت السي او. هتلاقي منظر الكروت بالشكل ده، هتدور هترفع الشاشة لفوق ولتحت، هتلاقي كلمة سي او. تمام. وجنبها ليفل 0 فانت او ليفل 1 فانت هتعليها ليفل 2. حتى انا معلم لك اهو. تمام. هتلاقي انا معلم لك انك ليفل سي او دي تعمل عليها. طيب كارت تاني على سبيل المثال، ده كارت تاني اهو، البي تو بي تريدنج ده. تمام. عشان يتفتح عندك بيقول لك الكي واي سي ده لازم تعليه الليفل 7. هتبتدي تدور على الكروت طبعا اللي في ليفل 7. طب الكروت شكلها عامل ازاي؟ تمام. الكروت اهي، لما انت بتروح على ماين اللي تحت اللي احنا علمنا عليها اللي هي دي، تمام، تحت خالص اهي، بتلاقي في عندك ماركتس رقم 1 اهي، ماركتس. في عندك بي ار ادي 2، في عندك ليجل ادي 3، في عندك سبيشال ادي 4. دي بيكون فيها كل الكروت اللي تحت. خلي بالكم لما تضغطوا على ليجل هتلاقي يفتح لكم سطر تحت مكتوب عليه ماي كاردز ونيو كاردز. تمام. فما لقيتش الكروت في ماي كاردز هتلاقوها في النيو كاردز. تمام. طيب العملات دي المفروض ان احنا بنزودها. طيب احنا ممكن كمان في حاجة كمان، في عندنا دعوة الأصدقاء. ممكن يقولك عشان الكارت يتفتح لازم تعمل دعوة للأصدقاء. تمام. فانت هتروح تعمل دعوة للأصدقاء ازاي؟ تمام. مجرد ما يفتح معاك كده، وما تخافوش الملايين اللي بتصرفوها دي هترجع لنا النهارده. اللي باصتين دول هيتصرفوا هصرفهم كلهم تقريبا يعني. في عندنا حاجة اسمها من تحت جنب ماين اللي انا قلت لكم عليها، في حاجة اسمها فريندز. تضغط على فريندز هتلاقي انفايت فريندز وتجيب منها كوبي اللي هي مربعين. هتضغط على مربعين كده، هو اخد اللينك اللي تبعتوه لاصدقائكم. ما تعملوش دعوة لحد الا لما يكون مطلوب منكم تعملوا دعوة. طيب اتفضل. حاجة كده المفروض في حاجة اسمها مهمات بتتعمل، او عن طريقها كمان بيتم فتح الكروت. ايه المهمات دي؟ تحت خالص، تمام، هتلاقي في حاجة اسمها ايرن. الايرن دي هتبتدي انت مهمة عاوز مثلا اشتراك في اليوتيوب، هتضغط على مثلا يوتيوب، تمام، وتعمل جوين. تمام. يروح هو مشترك لك في اليوتيوب فيفتح لك الكارت اللي انت عايزه. طبعا على حسب المهمات اللي تبقى مطلوبة، يعني كل دي مهمات مثلا انت بتعمل المهمات يبقى انت كده خلصتها. تمام. تقدر تفتح الكروت اللي انت تفتحها وتشتغل عليها. انا ان شاء الله مهمتي ان شاء الله الفتره الجايه ان انا كل يوم تقريبا الكروت اللي بتوصل لي هبعتها لكم. تمام. وانتوا هتعرفوا ازاي تفتحوها، يعني طريقه فتحها. الكلام ده والله العظيم انا لسه عارف شرحه. طيب اللي معهوش رابط البوت بقى، الناس الجديده اللي ما عندهاش رابط البوت، هيلاقي رابط البوت موجود تحت الفيديو. بس مش ده الرابط اللي تبعتوه لاصدقائكم، ده اللي تشتركوا بيه بس. لكن عاوز تبعت لصديقك تبعت الرابط بتاعك انت اللي انا قلت لك من فريندز تجيبه عشان يخش تحت منك انت.